وانت بتطلعي الشتوي وترتبي دولابك اوعي ترمي ملابسك القديمة، لان ممكن نطلع منها افكار بسيطة وجميلة تغير شكل بيتك كله. السلام عليكم، انا سالي ودي تالت حلقة من سلسلة قبل ما تترمي. النهاردة هنعيد تدوير اللبس القديم وبواقي القماش ونحولهم لحاجات شيك جدا تدي روح كده ودفى للبيت. بس قبل ما نبدأ صلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول فكرة معانا النهاردة الدرس ده كان عندي وقماشته القماشة اللي هي الفيزون الطري، وكان قماشه كتير يعني هو كان ضيق من فوق بس من تحت واسع كده يعني كان تفصيلته غريبة، عامل من تحت كأنه مستطيل كده، فاهمين؟ كان طالع شوية موضة كده، كان من تحت الحاجة تنزل بوسع كده وزي كان مستطيل كده والجناب داخلة كده في بعض. انا مش فاهمة تفصيلته بالظبط. المهم هو كانت قماشته حلوة ولونه حلو، بس ما كانش طبعا ينفع ما كانش ينفع يتلبس بره البيت لانه قماشته طرية كده وبتبقى لازقة على الجسم شوية. المهم فانا يعني جات لي الفكره ان انا استفاد بيه بدل ما ارميه، لان لونه حلو عجبني وكمان ينفع في الاجواء بتاعه الخريف بقى والديكورات الخريف اللي انتوا عارفينها دي. فجبته كده وقصيت الجزء اللي هو تحت اللي هو زي المستطيل، وبدات ان انا اسد يعني هما طبعا انا مرضتش افك الطبقات عن بعضها، انا سبتهم طبقتين على بعض زي ما هو عشان يدي متانه ويبقى ماسك نفسه كده، ما تبقاش قماشه خفيفه، فاهميني؟ فانا بدات ان انا اسد كده، الزق الاطراف في بعضها بحيث ان هو يبقى قطعه واحده ما يبقاش بقى مفتوح وكده من الجناب. فانا سديت الجناب الجنب اللي انا قصيته، والجنب اللي هو الديل بتاع الدريس انا قفلته بمسدس الشمع. وانا في الفيديو ده يعني كل استعمالي كان بمسدس الشمع، ما اشتغلتش بالابره والخيط خالص غير في حاجات بسيطه جدا. جبت بقى بعد ما قفلت المستطيل بتاعي بالشكل ده، هجيب كده الفرنش ده كده وابدا ان انا اثبته على الاطراف. تمام، برضه اثبته بمسدس الشمع، مش هستخدم الخيط لان انا يعني ما عادش عندي خلق ان انا استخدم الابره والخيط. يعني بقيت المسدس الشمع بيبقى سهل في الاستخدام، وكمان لما بتستعمليه على القماش بيلزق قوي جدا ومش بيفك ولا اي حاجه. بس اهم حاجه يكون الشمع سخن، ما يكونش دافي او بارد، لان اول ما تحطيه لو هو مش سخن قوي هيفك منك تاني في ساعتها كمان على طول، مش في اول استخدام ولا حاجه. فلازم يبقى الشمع سخن جدا عشان اول ما تحطيه بيلزق خلاص، انت لو جيتي تفكوهم من بعض مش هتعرفي تفكيهم. خلاص كده خلصت لزق الفرنش، وهقص الزيادة وهعمل نفس اللي عملته هعمله في الجزء المقابل ليه. الفرنش ده بيتباع فين؟ بيتباع عند المحلات بتاعت لوازم الخياطة والكلف والكلام ده كله. تمام كده، انا عملت الجنبين اهوت، وكمان يعني كنت هسيبه كده زي الشكل الاولاني، بس حسيت ان ما هوش واسع، يعني القماشه ضيقه صغيره، فاهميني؟ العرض بتاعها مش كبير، فانا حبيت تبقى اعرض. جات لي فكره ان انا اركب الفرنش على كل الاطراف بحيث ان هو يديني مساحه اكبر واحس ان هو العرض بتاعه زاد شويه. وفعلا ده حصل، لما ركبت الفرنش حسيت ان هو عرض كده وبقى اوسع. ده انا عملته كده هيبقى بلانكت. يعني ايه؟ يعني اللي هو الغطا اللي بيتحط كده على طرف الكنبه على الركنه بتاعتك وكده، بيديها شكل حلو. ممكن تستخدميه كمفرش، ممكن تستخدميه كبلانكت كده تحطيه على طرف الكنبه وعلى الركنه. وعلى فكره هو كمان بيتباع بسعر غالي، يعني احنا كده نعتبر عملناه ببلاش. ندخل بقى على تاني فكرة، وهي كانت إعادة تدوير بلوفر قديم. طبعا عندنا بلوفرات قديمة بتبقى كتير، ده ما كانش ينفع ان انا ادي لحد لان هو كان متبهدل يعني. انا قلت بقى بما اننا داخلين على فصل الشتاء، فحبيت ان انا اعمل كوشن كده فيه لمسة كده شتوية. فجبت بقى الكوشن اللي كان عندي ده، جبت يعني اي مقاس يكون عندك وتقص على قده عشان يطلع المقاس مظبوط بس، ويبقى الحاجة تطلع مظبوطة. عايزة بقى أذكركم بالبقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هقص بقى كده أي زيادات في القماشة، وخلاص كده خلصت. هجيب بقى كده طبعا هو ده الوش بتاع البلوفر، فأنا عايزة أخيط على ظهره، أو إن أنا هستخدم مسدس الشمع على ظهره عشان لما تيجي تقلبيه يطلع بقى إيه على الوش المظبوط. فأنا قلبته كده وبدأت إن أنا ألزق كده الأطراف بمسدس الشمع. تحاولي كده تعملي الخط اللي تمشي بيه يكون مستقيم، يعني تمشي بمسدس الشمع بخط مستقيم علشان الحاجة تطلع كده شكلها نظيف ومظبوطة، ميبقاش الكوشن معوج كده منك او مش مظبوط. خلاص، خلي بالك طبعا وانتي شغالة، لان الشمع بيبقى سخن جدا، وكمان ممكن يخرج ما بين
يعني الفتحات بتاعة القماش، وبالذات ان البلوفر الصوف بيبقى فيه خرام كده، فاهميني؟ مش زي القماش العادي. خلاص كده خلصت وسبته شوية على ما نشف، علشان ما يفكش منك بسرعة. يعني انت لما تخلصي لزق سيبيه حوالي دقيقة كده، وبعدين ابدأي اقلبيه. قلبته كده على الوش بتاعه، وهبدأ ادخل كده فيه المخدة بتاعتي، وبس كده. وبتحاولي تظبطيه كده على قد المخدة. طبعا الصوف بياخد ويدي معاكي، يعني حتى لو المخدة كبيرة شوية فهو الصوف بيمط. تمام. الخياطة دي بقى هخيط الطرف ده، علشان انا مش عايزة ان انا الزقها بالشمع، عشان خاطر لو حبيت ان انا افك الكوشن اغسله يبقى سهل عليا افك مثلا الجنب ده بالخيط واغسله وارجع اقفله تاني. وممكن تعملوا له سوستة، بس السوستة انا حسيت ان هي يعني هتاخد مني وقت وكده، فانا فضلت ان انا اعمله بالابره والخيط. هو من الخياطه مش بتاخد حاجه يعني، طالما هتعملي ناحيه واحده. كده احنا خلصناه. بس لو عايزه تسيبيه بالشكل ده سيبيه، هو كده شكله حلو برضو مش وحش. بس انا حبيت ان انا اضيف له كده برضو لمسه تجديد، لان طبعا البلوفر كان قديم شويه، فلازم تديله حاجه كده، تديله ترجعله الحياه، تحسسيه ان هو ترجعيه جديد من تاني. فانا استخدمت الفرنش ده، كان جزء كده باقي من اللي انا عملت بيه البلانكت، وهعمل كده الجزء ده كده بالشكل ده. ممكن بقى انت تفنني براحتك بقى، عايزه تعملي بطريقه تانية، تعملي خط من النص، خط من الجنب. انا فضلت الشكل ده، حسيت ان هو اشيك. تمام كده خلصت اهوت، وده بقى شكله النهائي. اتمنى يكون عجبكم. لو لسه بقى بتشوفيني لحد اللحظه دي، انزلي حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان تشوفي الفيديوهات الجديده. تالت فكرة بقى معايا النهاردة. دي كانت قطعة قماش باقية من ملاية كنت أنا عاملاها زمان كده، ملاية للسرير بقالها فترة طويلة، وكانت الجزء ده كان باقي عندي. كان نضيف وكده، وكنت مطبقاه وعيناه، وما كانش جاتلي لسه فكرة ان انا هعمل بيه ايه، بس انا سبتها لان هي قماشة كانت نضيفة وحلوة، فانا سبتها. فالنهارده بقى وانا بعمل الافكار ديت، فلقيتها في سكتي، فقلت طب ليه ما اعملهاش برضو، بما ان احنا دلوقتي في الخريف، والديكورات بتاعت الخريف بقى واللون الاورانج وكده بيبقى هو الديكور كله معتمد على الالوان اللي هي شبه دي. فقلت اعمله، قلت اعمل بقى كشك كده بالمنظر ده، يكون كده الوانه جريئة شوية، ويدي لمسة حيوية شوية جنب الكشن التاني اللي هو الشتوي. تمام. لزقته برضو بمسدس الشمع زي ما انا وريتكم كده، وظبطته، وقلبته على الوش التاني، وهبدأ ان انا احشيه فايبر. خلاص كده خلصته، وخيطت كده الجزء اللي باقي فيه، وخلاص كده بقى جاهز معايا. شكله حلو جدا ومناسب جدا للديكورات بتاعة الخريف، و... وبسيط جدا، يعني ما خدش مني وقت خالص وانا بعمله. ندخل بقى على ربع فكرة. ربع فكرة النهاردة بسيطة جدا وسهلة جدا. هنجيب كده اي برطمان ازاز عندك، طبعا احنا عندنا برطمانات كتير، وهجيب كده الكم بتاع البلوفر، وابدأ اقص كده على قد مقاس البرطمان. هغلف كده البرطمان بكم البلوفر، بس طبعا عشان الكم بيمط كده والقماشة بتاعته واسعة شوية، فانا هحاول ان انا اضيقها شوية عشان تبقى انا عايزاها تبقى يعني على قد البرطمان بالظبط. فانا قصيت الجزء الزيادة، وهبدأ الف كده ايه البرطمان بالقماشة بتاعة الصوف. هغلف بقى كده البلوفر في البرطمان من جوه، علشان خاطر يديله شكل كويس، والتقفيل يبقى نضيف معانا. حط شمع كده كويس واضغطي عشان يتثبت كويس، وهثبت برضو كويس من تحت. وخلاص كده. هجيب بقى اخر قطعة كانت بقى من الفرنش بتاع الشغل اللي انا اشتغلت بيه النهاردة، وهي يا دوب كانت على قد البرطمان. يعني كده احنا بصوا بنستغل كل حاجة، ما بنسيبش حاجة، مش بنهدر اي حاجة. يعني دي كانت الحتة الاخيرة اللي باقية معايا من الفرنش اللي انا عملت بيه كل الحاجات اللي عملتها النهاردة، باستخدمتها في البرطمان ده. بسيطة جدا وشكلها حلو وشيك، وما كلفتنيش حاجة خالص. وبس كده فكرة الفيديو النهاردة كده خلص، وأتمنى يكون عجبكم. ودي أفكارنا النهاردة، وعملنا الكوشنات، وعملنا البرطمان، وعملنا البلانكت. كل ده عملناه من إعادة تدوير، ومن حاجات والله يعني ما كانش لها أي استخدام عندي.
فالحمد لله إن أنا يعني قدرت إن أنا أطلّع الشغل اللي شكله حلو ده من الحاجات البسيطة دي، واليقطينة دي كمان أنا اللي عاملاها، إن شاء الله الفيديو اللي جاي أقول لكم طريقتها. وبس كده، أتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. أحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.